بحال هذا المنتخب يعني ماشي الثقه في 100% اخو عبد الرحيم، باش نكونوا واقعيين. غادي نحسبوا شي لما داش كاس افريقيا هذا المنتخب هنا في المغرب غنفقدوا هذيك الثقه اللي عطانا في كاس العالم كامله، غادي نفقدوها. ربما غادي نمشيو بلاعب لاعب. مشى حكيم جياش، مشى بوفال، مشى املاح، مشى سايس، 4 اللي غابوا المنتخب. ابراهيم دياز 5، المزراوي هو 6، نايف اكرد هو 7. يعني يمكن 8 لعاب ولا 9 لعاب. كاين اللي غادر، كاين اللي ما لعبش. وبعد التصريح، بعد يعني التصريحات ديال المدرب حتى البارح الصحافه البارح مع البطوله قال لك ما معنى الاداء. الاداء يمكن يكون اداء فردي او جماعي. يعني الاداء اللاعب يكون في المستوى العالي ومش من المستوى العالي. الاداء كيكون جماعي، يعني الاداء يعني بالفرجه بالمتعه، دقه دقه، يعني ضربات ثابته، كفرات في المستوى العالي. يعني الاندوهات راه ما كايناش، هذاك المثلثات ما كايناش، هذيك الكره الجماعيه ما كايناش، هذيك اللياقه البدنيه ما كايناش. كيفاش غادي نواجهوا فريق؟ والبارح متكامل. والبارح ناميبيا خلات المنتخب المغربي يدخل في العشوائيه. ناميبيا شدوا كره هما ودوروا كره صراحه متعونه ناميبيا. ولا قلت لك اللاعب اللي قلت لك سميتو بعداك تير غالي بكل صراحه بصدق واخلاص بروح رياضيه، ضربه جزاء ضد ناميبيا. ان ضربوا من الخلف، ما عرفت كيفاش يحيد ليه كره من رجليه. هو البيلانتي حسبوه تعادل وحسبوه هزيمه بالنسبه لنا حنا المغاربه. المدرب خرج بواحد الكلام اللي ما غادي يخص يعني الناخب الوطني. قائد وقيدوه هما لاعب كبير ولعب من المنتخب الوطني المغربي، يعني في واحد المستوى العالي. المدرب خصو يكون هو المستوى ديال الاخلاق والانسانيه. لما الصحافه كيتكلموا معاك تكلم معهم يعني بجديه بكره القدم، فهم كره القدم. قال لهم هاد اللاعبين هادو على الاخ المرابط وناحي، هادو ما تكلموش معاهم، هادو ما حتى واحد ما يهضر معاهم، حتى يديروا ما بغاو. الا شلنا 90% و 80% اللعابه الرسميين ما كاينينش، اللي مشى راه مشى واللي باقي ما لعبش. اذا 80%. هذه رساله للجميع. المدرب خاص يوجه رساله، الا كان نيت شخصيه وفارض راسو يشد التوازن. المرابط هما وناحي، كتعرف زحزوح دخل في الدقيقه 64 تقاس كره ما 5 خطرات ما 6 خطرات. وناحي والمرابط خاصهم هما اللي يفتحوا اللعب، هما اللي يهزوا الميزان، هما اللي يعطيو شحن اللعابه، هما يعطيو حلول، هما اللي يكونوا هما في الكل في الكل. يعني من وناحي خصك تخلي باس على اليمين العنصر في الميليتيرا، وناحي حتى هو عيا، المرابط هو ناقص. يعني المنتخب عبد الرحيم الاداء والنتيجه لا حول ولا قوه الا بالله. هذيك ضربه المقاسي ديال ايوب الكعبي، يمكن الماتش غير غيمشي 0-0. يعني كيحس باللعابه اخو عبد الرحيم ما عندهمش واحد الكرين او واحد الحماس، ما عندهمش. راه ما بقاش مقابله وديه خير باش تعرف. لعب بارد بحال اللي قلتي نتوما مقصرين. يعني المدرب هو على القضيه هذاك اللاعبين اللي يمكن الواحد واش عيط عليهم وتقول اولمبي لعب ما كلاو على واش ما لعبش. الصحراوي يعني تيقول لك اللاعبين يعني ما انسجموش بعضياتهم، ما خداش مقابله. شحال مده هما جاوا المغرب قبل هذه المقابله؟ واش 2 سيمانات؟ انت اشنو الدور ديالك؟ يا كاس افريقيا غيتلعبوا مثلا نسجموا، اشنو الدور ديال المعلم؟ راه هو اللي كيخلق الانسجام في اللعب، هذا هو الاشكال، هو اللي كيفرض على اللعابه الانسجام. سالينا الا تو باقي ما نسجموا، حسين ما نسجموا حتى ثاني كاس افريقيا صافي نودوا كاس افريقيا الله يرحمنا وعاوتاني نبداو قصه جديده. هذه المشاكل كنا نسيناها وعاد نرجعوا ليها. منتخب كاس العالم كان في المستوى العالي، كانت واحد الكرين اخو عبد الرحيم، كانت واحد الحماس، كانوا كتله وحده بحال الخوت، فهمتي؟ دابا ولا لا، بحال دابا دخلتي انت في بلاصتي راه بحال اللي كاين انا كذا، ما عندهمش هذه، كله باغي يلعب بوحدو، كله باغي يبين ولا احتفالوا كلشي فعلا كيدريبلوا. واش انت وناحي باش يدي واحد التوازن من المنتخب اللعابه الرسميين ما كاينينش، باش يدي واحد التوازن بينه وبين المرابط. شاد الكره هو كيدريبلي حتى هو كيحاول، الا عندك هاد اللاعبين يدخلوا جداد حاول تقرب. المدرب الدور ديالو هو انسجام ما بين اللعابه اللي التحقوا بالمنتخب المغربي وما بين اللعابه القدماء، فاش يعطيونا واحد المنتخب يعني متكامل. اذا هنا المشكله كترجع على المدرب. المدرب بكل صراحه فقد الصواب ديالو، الرغم ما بقاتش عنده
انا كابلي خصو يودع، لان هذا وطن، هذه بلاد. نشوفوا خا عبد الرحيم راه البنين ولا تونس راه ماشي هي كوت ديفوار، ماشي هي نيجيريا، ماشي هي مصر، ماشي هي ولعبات كره دورات كره بكل صراحه باش نكونوا واقعيين. حتى شنو بعض الاخطاء كثيره. اذا المدرب شنو الدور ديالو؟ هو الدور ديالو هو الصلاح لا يتصلح. دابا المدرب اخو عبد الرحيم ما عطاناش ديك يعني ديك فك الشفره ديال المدافعين ديال الخصم، ما عندوش صاحبي، ما عطاناش صاحبي. فين واش فين هو اللاعب المحوري، اللاعب المتميز؟ فين هو اللاعب اللي نقولوا حنا يعني تنقولوا حنا تكنيسيان؟ ما كاينش، البوفال ما كاينش، لا غيعطيك حلول، لا غيعطيك تكنيسيان، لا غيختار لك الخصم، ما كاينش. حتى الاندوات، حتى الاندوات والاندوات العربيه ديال ماسينا ما كانتش على المرض. هذيك الاندوات حنقولوا حنا المثلثات ما كايناش. اذا كيفاش بغيتي تخرق هذا الدفاع هذا؟ يعني بكل صراحه منتخب غادي يرجعنا ايامات زمان اللي كيلعبوا ديما الالقاب خدامه الماكينه، والمدرب ما بقاش عنده ديك الرغبه وديك الروح الرياضيه اللي كتيقولوها نتقاتلوا ناضلوا نديروا. يعني المدرب انا خديت ديبلوم هنا، انا خديت ديبلوم هنا، وديما حنا كنعانيو وهذا مشكل كبير. المقابله اللي كانت مقابله كانت ناقصه بيدير المستوى، الجمهور كان في المستوى، الجمهور عشاق المغاربه فنانه مهاريه، حتى الجمهور مهاري وفنان. لما كيجي تبدا جميع اللي في التير المدرجات كامله، يعني باش يتفرج يتمتع، ما كيلقاش داك الشيء اللي باغيه اخايا الجبار. علاش انت كمدرب عرفتي راسك المونديال، راه عارف راسك كاين اللي تضرب، كاين اللي غادي يمشي بحاله، وكاين خاصك توجد. تضرب لك اكراد، واش اليوم غيلعب لك كاس العالم؟ يا ما غيتلعب لك كاس افريقيا، يا ما غيبقى يلعب لك ماتشات كاملين، يا ما يقرا حطوا بونتوش. شوف انا ما عرفتش المدرب واش كيفهم الكره، واش هي الخطه هي المدرب، ما فهمتش فهمني. راه المدرب هو اللي تيصلح اخطاء، هو المدرب هو اللي كيعيش معاك. شفنا نفس الاخطاء في المقابله الاولى، شفنا نفس الريتم المقابله الاولى، المقابله الثانيه ما تغيرت حتى شي حاجه، ما شفنا حتى شي حاجه. المشكله اخي عبد الجبار هو ما كيهضرش معاه، ما كيتكلمش. ما تهضرش على الاداء، هضروا على النتيجه يا اخي. واش دابا ما يمكنش نتايا تحيد اللحم على العظم؟ راه مستحيلات. ما يمكنش اللحم يبقى واقف بلا عظم، ما كاينش العظم غادي يكون بلا لحم، مستحيلات. ما يمكنش انت تحيد صباع واحد، مستحيلات. ان الاداء بزاف. البارح اللي شرحوه الاخوان، الاخ سهيل والاخ اللي معاه، الاخ سهيل اللي كيسمع معنا، الاداء فردي وجماعي. هذيك كل ما تقول الدري دير اللي عليه، كيطلع كيهبط كيسونطري مزيان، كيضرب بالون مزيان، كيتقاتل معاه، يعني كيدير المستحيل. وكان عاوتاني الاداء ديال كيسمى الاداء الجماعي، يعني كلهم قتاليه، يعني يقولوا يعني مثلا ضربات ثابته، البيليتي في المستوى العالي، الجناح اليسار على الايمن، والسيره كتدور كره. ما كايناش شي حاجه اللي كتخول المنتخب المغربي. المدرب بكل صراحه الثقه باش يفوز كاس افريقيا ما كايناش. مدرب كي اللي عز عليه يكون مدرب، كي عز عليه يصافي ديك الشهره. حنا راه بشر، حنا راه مره الايمان كيطلع وكيهبط. اذا هذاك الشخصيه ديال المدرب ما بقاتش عنده بعدك، هذاك القوه المدرب ما بقاتش عنده، ما بقاش يواجه. ملي تيقول لك اودي المرابط وناحي، ما كاينش اللي يهضر معاهم هذوك الكوريه. اذا ولينا غتولي هنا المنتخب المرابط وناحي صافي. اذا المدرب بكل صراحه احتراما له، حنا بغينا يبقى، حنا المغاربه عزيز على كره القدم، كنحماق كره القدم، وكنخسر اللي ما خسر في التيران كيخسر في القهوه، واللي ما خسرش في القهوه تيخسر في التيران. كيخسر المسكين اللي مريض اللي عنده امراض مزمنه. انا والله العظيم عندي العصاب من المدرب بس وصل لهذا المستوى هذا، باش يتكلم مع الصحافه، والصحافه بهذا الوجه الكلمه كتوجه للصحافه. الشعب المغربي كيبغي كره، كيبغي الناس كوريه فنانه مهاريا، قلب عليهم. انت زحزوح دخلتيه في نص ساعه ونص ساعه، شحال شد من الكره؟ واش تصاد الكره ما سمعت كواري؟ اذا كيفاش هذا اللاعب هذا اللي جبتي علاش ما تعطيه الماتش كامل؟